مكان مش هينفع. لا مش هينفع والله. انا في حاجه ما يسمعش بس. او منظمات العمل المدني او الشركات العالميه او الاعلام اللي هو مشارك. بنقدم النهارده رسالتين. الرساله الاولى رساله مشاركه وتقدير واحترام واعتزاز بالعاملين في يعني هذا الحلم ان شاء الله اللي بيغير مستقبل مصر. وبالتالي هذه المشاركه تتمثل في يعني العربيه الموجوده دي النهارده من فيها 20 جهاز العاملين في المنطقه استخدامات بعض الخدمات اللي بتقدمها الحكومه، بعض الاطلاع على الاخبار وهكذا. احنا برضه في عربيتين للبريد للخدمات البريديه برضه بنقدمها للمواطنين سواء الحوالات البريديه او تسديد بعض الفواتير او بعض الخدمات الخاصه بالبريد. في عربيه برضه من الشركه المصريه للاتصالات، في خدمات من شركات المحمول بنقدمها للعاملين. فهذا هو الهدف الاول، مشاركه وتقديرا للعاملين. الهدف الثاني ان احنا شريك اساسي على فكره كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير جميع قطاعات الدوله. عملنا وشاركنا في هذا المشروع القومي اللي بيمثل حلم المصريين. زي ما قلت عندنا النهارده اهداف رئيسيه. اول حاجه المشاركه في تطوير البنيه الاساسيه لهذا المحور وهذه المنطقه حتى نصبح في مجال منافسه على اعلى مستوى من الخدمات مع سنغافوره، مع هونج كونج وجبل علي ونورتلام، اللي هي خدمات لوجستيه وخدمات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال. الهدف الثاني اللي هو احنا اعلناه ازاي نجعل مصر مركز الانترنت العالمي. في 17 كابل بحر بيمروا بمحور قناه السويس، في موقع جغرافي متميز، في بنيه اساسيه بنحاول نبنيها لجذب الشركات العالميه، وهو في النهايه ما يدر دخل يدار ما يضر مشروع قناه السويس.